ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ انا النهارده كده طالع اتكلم قبل ماتش الزمالك بيوم على شويه نقط وبخصوص الماتش وبخصوص الزمالك عامه يعني. اول حاجه بكره ان شاء الله باذن الله، يا رب يا رب ان شاء الله الزمالك يكسب بكره وياخد الثلاث نقط، لان اي نتيجه غير كده معناها الزمالك هيودع، سواء التعادل او الهزيمه. في ناس تقول لك التعادل في امل، لا يا حبيبي مفيش امل يا حبيبي. الترجي مش هيتعادل مش هيتعادلك او هيكسب لك الفرقه دي في تونس. انسى انسى عشان يطلعك. فاي نتيجه غير الفوز بكره خلاص ده معناها كده ان الزمالك باي باي، ومعناها كده خلاص الزمالك فعلا حرفيا السنه دي خلاص هيبقى يعني ما مش هيبقى قدامه بقى يا دوبك اللي هي كاس رابطه وكاس مصر الجديد مش القديم. فاتمنى لو لا قدر الله لا قدر الله اي نتيجه بكره غير الفوز واحنا طلعنا، لازم فييرا ده يمشي خلاص. الراجل ده انتهى. الراجل ده بقى يعني الفتره الاخيره يعني خلاص بقى يعني وجوده بقى بيسيء ليه وللزمالك اكتر من اي حاجه تاني. مفيش ولا خطط، مفيش روح، مفيش انتوا بصوا، انتوا شايفين النتائج بتتكلم عن نفسها يعني. فالواحد جاب جاز خلاص. فده الحل الوحيد عشان ننقذ ما ممكن يعني ما يمكن انقاذه بقيه الموسم، اللي هو على الاقل ان ننافس على المركز الثاني. لان خلي بالكم يا جماعه، الناس دلوقتي مش في حاجه برضه، الناس مش واخده بالها منها يعني. احنا لو فيا ده كمل مش هناخد حتى مركز رابع. فبالتالي انت السنه الجايه مش هتخش ولا بطوله افريقيا يا عم. اقول لك حاجه، هتاخد مركز ثالث او رابع، ده ينفع؟ ان انت السنه الجايه لو انت ما شاركتش في بطوله افريقيا خلاص، يبقى انت كده ضاعت عليك كاس عالم 2025. افضل بقى استعد بقى لكاس العالم 2029. فده تبقى مصيبه سودا. ما هو هتبقى مصيبه سودا. الراجل ده لو كمل مش هناخد اي بطوله، هنطلع من كاس مصر الجديد، هنطلع من كاس الرابطه، ومش هناخد مركز حتى تاني ولا تالت ولا رابع. انسى. فده راجل يا جماعه ده بيضحك يا جماعه. ده راجل ده هو اصلا باين قوي ان هو رمى الفوطه من بدري، وهو رجع اساسا عشان خاطر الموضوع مستحقاته. فده يترمي له فلوسه على الجزمه القديمه ويروح في 60 داهيه. ولو ما اتشالش يبقى المجلس يمشي معاه. المجلس عشان ده مجلس فاشل بصراحه لغايه دلوقتي. فاشل في كل حاجه، في كره القدم، في السله، في اليد، في الفولي. ما سابوش حاجه الا ما فشلوا فيها السنه دي. ده والله العظيم ده حاجه تقرف. فاتمنى بقى من المجلس المحترم، هم بصوا يا جماعه المجلس المحترم يعني كشخصه أو كاشخاص، الناس دي على راسي من فوق. لكن كشغل، كمجلس وكانتخابات وكشغل انا مش حاببهم بصراحه. لان الناس دي من ساعه ما جت ما عملتش اي حاجه. من ساعه ما جت حتى من 2014 عملوا ايه؟ جابوا لنا دوري واحد من 2014 في 2014، والسنه اللي فاتت دوري اتنين دوري من 2014 لغايه 2022. يعني احنا بنتكلم في 8 سنين. ايه ده؟ هو ده الانجازات؟ انا مش فاهم. وما فيش حاجه يعني حق النادي ما بيجيش معاهم ولا اي حاجه. الكلام ده كله هجص. وديك كانوا شايفين العقود بتاعت اللعيبه بتتعمل ازاي، التفاوت ما بين اللي في العقود ما بين اللعيبه، والارقام الغريبه. واساسا جايبين حتى السنه دي جايبين صفقات. ايه ده؟ ايه القرف؟ ايه الصفقات دي؟ دي منظر لعيبه تلعب في نادي الزمالك؟ عشان كده احنا وصلنا للمستوى ده. وكلها صفقات كلها ما تحس انها فيها شبهه يعني حاجات غريبه وارقام غريبه. والكاسه بتاعت عقد امام عاشور. يعني كوارث ومشاكل كتير جدا في النادي بتحصل، وبرضه ما فيش حد بيتكلم ولا حد بيتحاسب. انا برضه كل ده ما يهمنيش. انا اللي يهمني يا عم يقعدوا، بس يقعدوا لو هيجيبوا لنا بطولات ويبقى في استقرار يقعدوا. لكن قاعدين ما فيش ولا بطولات، وفي ديون وفي قرف وقله قيمه. لا، يمشوا قوي، حد تاني غيرهم يجي يشوف مصلحه النادي ويعملها. لكن في ديون في ديون في ديون. وبعدين مش هم دول اللي قالوا ان في اول الموسم الزمالك عنده نص مليار جنيه؟ ايه فين النص مليار جنيه؟ وفين وفين وفين؟ ما هو كل شيء كذب 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 بيتقال وخلاص، والناس بتقعد تصدق الكلام ده والهبل اللي بيتقال وخلاص. فاتمنى يا جماعه، اتمنى ان شاء الله باذن الله كده، لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اهو بقول تاني، الزمالك ما كسبش بكره، فيرا لازم يمشي. لو المجلس ده ما مساش فيرا يمشي معاه. مش عاوزينه خلاص. ما كده كده خلاص بقت بايظه خلاص. وبعدين الناس اللي كانت بتهاجمني تقعد تقول عليا ان انا ما بحبش الزمالك، او انا لجنه او الكلام اللي هو المتخلف ده. يا حبيبي، وانت يعني مختلف معايا على اساس ان انا مختلفين في الاراء. ما انا قلبي على نادي الزمالك، وانت برضه المفروض يعني قلبك على نادي الزمالك. بس انا اللي بيني وبينك ايه؟ انا مثلا بقول لك مثلا المجلس الحالي او الشخص ده مش كويس او مش مناسب لنادي الزمالك. اللي بيني وبينك ايه؟ الارقام. شوف ارقام المجلس الحالي من ساعه، مش هقول لك بقى من 2005 لما جم خربوا النادي والكلام ده كله، لا يا سيدي. تمام، من 2014. ماشي، في حاجات حلوه عملوها، بس الوحش اللي حصل اكتر من الحلو، فيمشي. خلاص بقى. هو الناس دي لو ما مشيتش، او لو مشيت الناس الزمالك هيموت خلاص. يعني نادي الزمالك من غير الناس دي مش هينفع. ما هو يا جماعه برضه، ما هو مش هينفع خلاص بقى. يبقى نقفل النادي بقى. ما هو الناس دي هتعيش النهارده بكره مش هتعيش خلاص. ما هو كل واحد ليه عمر افتراضي يعني.
انا مش فاهم. لما الاهلاويه بيشتموني اقول ماشي خلاص حقهم، هم شايفين ان انا مثلا بهاجم النادي أو ايا كان. لكن انا تيجي شتيمه من الناس زملكاويه يعني انا مش عارف بصراحه يعني، مش عارف اقول ايه بصراحه يعني. عامه انا كده كده ولا كده انا قاعد على قلب الجميع، سواء على قلب الزملكاويه اللي هم العين اللي مخهم خفيف، او الاهلاويه البيب بيب. يعني ربنا يسهل للجميع يعني. وهفضل اقول رايي برضه سواء في الزمالك او في الاهلي. انا مش رايي في الاهلي، انا دايما بس الاهلي بالذات برضه، انا اصلا ما بتكلمش عن النادي الاهلي، انا بتكلم في حته ان هو ايه لما بيتكلموا علينا او بيقولوا حاجه هكس كده في الاعلام فبحاول افضحهم بس. لكن انا النادي الاهلي انا ما بتكلمش عليه، حتى ما بحللش ماتشات ولا ماليش فيه يعني. لكن انا الزمالك ده اللي يهمني، ده دايما اللي هقول رايي وهقول معلومات صحيحه. وسواء كمان بالنسبه للمعلومات بتاعتي، انا اتحدى حد يجيب لي اي معلومه سواء قلتها للاهلي او الزمالك كذب او هكس. عشان الناس برضه اللي عماله تقول لي انت بتقول كلام هكس في ماشي، قول لي انت قلت كذا ده هكس او ده كذب، قول لي. لكن داخل شتيمه كده وقله ادب، فالله يسهل لك يا عم. فان شاء الله كده ربنا يستر من ماتش بكره، اتمنى اللعيبه تبقى رجاله. واللعيبه يعني خلاص بقى، انا فيها ده اصلا يأست منه، هو اخر حل في اللعيبه تبقى رجاله كده وقد المسؤوليه ويكسبوا ماتش بكره. ما كسبوش ماتش بكره يبقى نصهم يتفور، مش هقدر لك بقى تلات ارباعهم يعني. ف ربنا يستر بقى ماتش بكره، واتمنى ان شاء الله باذن الله الزمالك يكسب. يلا سلام.